صباح الخير، صباح العافية، وصباح الأنوار. تعودنا أنا وياكم نبدي فيديونا بذكر الصلاة على النبي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ ورمضان كريم علينا وعلى أمة محمد أجمعين. عساكم من عوادة، وإن شاء الله يعود عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال الجميع. ومتابعاتي حياكن الله من أي محافظة تنضمن القناة. خدشن معلاوي المتواضعة البسيطة، وإن شاء الله تعجبكن هيجي فيديوهات بسيطة وتحفيزية بنفس الوقت. حبيت أنزل لكم هذا الفيديو من باب التحفيز، لأن تدرون الجو صار فترة دفو بيه، فهنا حبيت أشيل هاي الفراش مالت الغرفة مالت الحجية بس أشمره بالشمس، لأن ما يعني واقع عليه أي شي. قلت أشمره بالشمس في نهار كامل وبعدين أرجع للغرفة. هنا عندي غسل البطانيات، قلت خلنا نشجع حبايبي ما طول الجو صار حلو. فهنا عندي كم بطانية سويت لهن جدول، يومية 3 يومية 4. فهنا رتبت شوية شوية على وجه ما ينتهي رمضان. أنا ما عندي شي مرتبة، أو طبعا هذا الفيديو تحفيزي حبيت أنصحكن بيه، يعني مو يصير عندكن لود بوقت العيد أو منا. فهنا نضمن الشغلات شوية شوية، مثل البطانيات، الفراشات، النظدة، البوفية. فما قلتن يعني راح تخرب بهاي الفترة أو راح يتوسخ بهاي الفترة، لا، راح ياخذ وقت وياكن. مثل البطانيات تبقى 3 أشهر 4 أشهر. فعندي بنات هذا الزاهي والتايت، أو طبعا أخليهن بطشت أو بعدين أغسلهن وأخليهن يعني يتنشفن وبعدين أشرهن. وضروري المعقمات بنات. وأرحب بمشتركاتي كل الهلا بيجن، وأشكر تعليقاتكم كلش كلش هواية. وتحياتي لأم حسين، مشتركة قديمة إلي بالقناة. كل الهلا بيج وحياك الله. وقالت تنصحيني على مود تريد تشتري بيت. إن شاء الله الله الرزاق يا رب العالمين، وإن شاء الله اللي تتمنينه يصير ويتحقق ببالك. فهنا لازم يعني هواية أمور أحكي لك على مود شوية تقضين إيدك، أو شوية المصروف تقللينه. هواية أمور. فإن شاء الله على الفيديو الجاي أنا أنزل لك فيديو نصحك بيه وجميع متابعاتي. فإن شاء الله تستفادون من فيديوهاتي وأنا استفاد من تعليقاتكم. ويا ريت تقدرون جهدي أو تعبي على مود تصعدون القناة مالتي. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. اللايك مهم بنات، صعدني الفيديو. هنا مثل ما تشوفون كملنا الدولمة. طبعا هذا رمضان احنا ذابينها على الدولمة. ومثل ما تشوفون هنا طبعا سمبوسة للسحور لفن البنات. فأني ما فرزت هواية أشياء صراحة هذا رمضان، ما فرزت غير يعني مثل اللبلبي، مثل يعني اللي يراد له وقت، مثل السمبوسة ما يراد لها وقت وتعجن وتاخذ لها فترة. فإلهن أكلة وحدة هن البنات. تصدقون أنا كبة لحد الآن ما مسوية ولا مفرزة، لأن مو هواية كلش بيها، لأن صيام يعني يشتهن أكلة معينة. الحمد لله والشكر، الرزق والعافية وراحة البال بنات. أهم شي الدعاء والاستغفار بنات، شي ضروري. متابعاتي حبيبات قلبي اللي ملهية وما عندها وقت، وأطفال ومدارس ورمضان، إن شاء الله يا رب تنظمين وقتك. فأنا الحمد لله والشكر منظمة وقت مسيطرة، بس مرات هماته شوية أو يصير عندي لود فت شي. تدرون أني صاحبة البيت وحيد تشتغل. فهذا المسواق هنا وصلنا من أبو علا والله يخليه. فاللي يحتاج هنا يخليهن يلبرقه وهو يجيبهن. فهنا مثل ما تشوفون هاي الفترة أنا هماته والله عالصمون سحورات للبنات الله يخليهن. تدرون يعني طالبات وفد شي، مرات لا والله خبزلهن خبز حار. عندي هذا القفص أو صندوق الطماطة، فهنا راح أنظفه، اللي للتقلاء واللي للمرقة واللي أجمده راح أنظفه ويعني وأخليه بكياس وأجمده. إن شاء الله تستفادون من هيك فيديوهات من عندي. كتبوا لي بالتعليقات اللي تستفاد من هيك فيديوهات، تكتب لي حتى أني أشجع بنات. مثل ما تشوفون هاي الباقي اللي عندي، اللي أشوف إذا خشنة راح أفلسها وأشيسها هماته، يعني هيجي أخليها على النار يعني قلبة واحدة وأرشها ملح وبعدين أشيسها. يعني تنفع مرقة، تنفع التمن، هواية أمور نستفاد من عندها. وإحنا ربات البيوت يعني ما نخلي شي ما نستفاد منه، الحمد لله والشكر. كل شنا معدلات وصاحبات بيوت. وهنا بعد ما كملت المسواق، وهنا فطورني كان دولمة كلش طيبة ولاجعة وحامضة وحالية بنفس الوقت. سهمنا وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. فأني ألف جدرين، جدر نطبخه وجدر أبقي 3 أيام 4 أيام هماته أسوي، يعني ما أطبخه في المرة. وهنا الشاي يكون
من دين البنات، أنا والحجية وأبو علاء الله يخليه، فهن لا يحبن يعني يسوي لهن قاعدة، تدرون يعني طالبات وصيام لازم يردن أجواء كلش حلوة. فقلت لهن اللي محتاجة شي أنا الحمد لله كله موفر، خير من رب العالمين ورزق ونعمة. وهواية بنات هسه ذكر اللي بالتعليقات يعني قبل رمضان وين وشنو اللي زاد عندكم أو فضل رب العالمين عليكم بخير بنعمة برزق، اكتبوا لي بالتعليقات، يعني مو شرط شي معين. فالحمد لله والشكر يا ربي، يعني كل رمضان يزيد عندنا شي، فألف ألف الحمد لله والشكر يا بنات. أهم شي الرزق والعافية وراحة البال كلش كافي. فمثل ما تشوفون هنا قاعدة كانت للبنات كلش بسيطة بنفس الوقت. هنا يا بنات هذا الميز خليته بالمطبخ، لأن وقت الفطور إذا سووا وحدة شي لازم شوية هنا تقعد. فما أدري أنا ما عاجبني لأن ماخذ مكان كلش هواية، لأن هو الميز كلش كبير. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستفادوا.